السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا بقى دلوقتي أنا معايا حلة كده وحطيت فيها مية وحطيت فيها التوابل بتاعتي اللي هي ورق اللورة والحبهان، وحطيت الملح والفلفل والكمون والكزبرة واي توابل بقى انت حباها عشان اضيع زفاره الكبده. انا هعمل كبد وقوانص، صينيه بطاطس بالكبد والقوانص. فانا حبيت ان انا اسلق الكبد والقوانص الاول وبعد كده احطها في صينيه البطاطس. تمام كده، طريقه بقى سهله وبسيطه جدا وما فيهاش اي حاجه. دي اكله بقى سريعه كده خفيفه لذيذه، ممكن اللي انت تعمليها وانتي بقى جايه من الشغل، وراكي مدرسه طبعا للاولاد، جايه متاخره، اي حاجه هتلاقي الحاجات سهله عندك وموجوده، فانتي تطلعي وتعمليها على طول. المهم بقى انا الميه غلت كده زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده كنت غاسله بقى الكبد والقوانص دي كويس جدا ومنضفاها. نزلت بقى حطيتها في الميه اللي بتغلي ديت. خلي بالكوا كده كده اصلا الكبده عامه بتنزل ميه كتير، فانا خلي بالك ما تنزلهاش معاكي. المهم انا بقى جبت صينيه وجبت بصلتين حلوين كده محترمين زي ما حضراتكم شايفين كده، وهقطع فيهم بقى البصل ده مكعبات بس صغيره خالص، تمام، عشان ما تبقاش باينه، او اللي يريحك. لو عايزه تعمليها جوانح ماشي، عايزه تقطعيها صغيره مكعبات تمام جدا. انا هنا بقى كنت بشيل الغطا الحله عشان اشوف الكبده والقوانص استوت ولا لسه، وكانت لسه طبعا ما استوتش. فانا قلت اقطع البصله مع بال ما هي تستوي واجهز بقى الصينيه التانية. لو انت بقى طبعا بتشتغلي او مش فاضيه او كده، ممكن ان انت تسهلي على نفسك، تجيبي مثلا يوم الوقت الفراغ بتاعك اللي انت تجيبي مثلا كيلو بصل وتقطعيه كده صغير مكعبات، واللي انت تحمريه في الزيت، واول ما تحمريه تاخدي منه جزء وتشيليه في الفريزر. تقطعيه مثلا جوانح وتاخديه برضو جزء وتشيليه في الفريزر. تمام، ده برضو هيسهل عليكي كتير جدا. لو انت عندك، بص بقى، الاول انا حطيت كمان معلقه توم مفروم عشان تدي صينيه البطاطس طعم حلو جدا. اول بقى ما انا حطيت بقى معلقه التوم دي وقلبتها كويس جدا زي ما حضرتك شايفه كده، واول ما ابتدت الريحه بتاعت التوم تطلع والبصله تدبل معايا شويه، رحت كنت انا بقى ضربه الطماطم في الخلاط. ما تنسيش بقى تصلي معانا على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. ممكن بقى انت تعملي تجهيزات كتير طبعا لموضوع اللي انت بتشتغلي او اللي انت مش فاضيه وراكي مدرسه، وراكي شغل، الكلام ده كله. فانت ممكن تجهزي حاجاتك من الاسبوع للاسبوع، تحطي حاجات كده في الفريزر سهله وبسيطه كده وتحطيها، تيجي تطلعي على طول وتبقى حاجات جاهزه معاكي. انا بقى اول ما شميت ريحه التوم والبصله بتاعتي ابتدت اللي هي تدبل، نزلت بقى بالبطاطس اللي انا كنت مقطعاها شرايح كده سميكه، ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. بعد كده نزلت بقى بشفشق الطماطم. ممكن برضك الطماطم سهله قوي اللي انتي تضربيها في الخلاط وتخليها في اكياس في الفريزر. برضك اول ما تيجي ممكن اللي انتي تطلعيها وتعمليها على طول. كل الحاجات دي يا جماعه سهله جدا لو انتي مجهزه لها ومحضره لها بصراحه. انتوا عارفين بقى دلوقتي المدارس والشغل، بنيجي بقى من المدرسه ومن الدروس، فاساسا عاوزين ناكل على طول، لسه بقى هنفكر نعمل اكل فدي تبقى اكلات سريعه وسهله موجوده عندك على طول في التلاجة، اللي انتي تقدري اللي انتي ت ايه ت... اللهم صل على النبي، اللي انتي تطلعي وتعمليها على طول انا بقى شلت هنا ورق اللورة وشلت الحبهان طبعا عشان طعمه ما يبوظش الاكله بتاعتي كده خالص. المهم بقى اول بقى حطيت بقى التوابل بتاعتي اللي انت عاوزاها، واول ما استوت حطيتها تحت الشوايه، فطلعت بقى بالشكل الجميل ده. وكنت عامله رز بشعريه انا ودوت الخيار المخلل. برضو انا الفيديو بتاعه انا منزله لكم في القناه، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف ان شاء الله باذن الله. خيار بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وممكن تاكلي منه في نفس اليوم. فانتي حاولي تتفرجي على الفيديو هتلاقيه جميل جدا وسهل جدا. اتمنى ان انت تشوفيه ان شاء الله باذن الله. والرز بشعرية طبعا انت عارفة هو سهل جدا، وانا برضك عملته مع حضراتكم كذا مرة. فبرضك انت لو حابة تعرفي ازاي ممكن تخشي، برضك هسيبلك اللينك بتاعه في صندوق الوصف، وممكن تخشي في صفحتي ام البنات والرزق على الله، هتلاقي كل الاكلات وكل الوصفات اللي تتمنيها واللي محتاجاها. تمام كده. عندي بقى هنا صينيه البطاطس الرهيبه الخطيره دي، بصراحه مش قادره اقول لكم طعمها جميل جدا ولذيذ جدا. اتمنى ان انتوا ان شاء الله باذن الله تجربوها وتقولوا لي رايكم
طبعا كله بقى استوى، انا سبتها بقى لغايه ما اتشربت خالص ونست كده معايا وبقت ما فيهاش ميه كتير. وبعد كده واستوت كمان البطاطس والكبد والقوانص. طبعا انا كنت سلقاها زي ما حضراتكم عارفين كده في اول الفيديو، انا سلقتها قلت يعني عشان تساعد في ايه، في التسويه. انا برضو الكبد والقوانص دي انا كنت حطاها في الفريزر اصلا برضو عندي، وكنت عامله القوطه ديت برضو كنت حطاها كده سليمه في التلاجة في الفريزر برضو. فلما يبقى الاكل موجود عندي بصراحه بتبقى حاجه مريحه جدا جدا جدا. اكيد طبعا كلكم عارفين الكلام ده. البطاطس بقى استوت بصوا، والكبد والقوانص الحمد لله برضو استوت. واول بقى ما ابتدت اللي هي تنس شويه كده وتستوي، رحت انا حطاها تحت ايه، الشوايه. طريقه بقى سهله جدا جدا جدا، مش قادره اقول لكم ده اكله سريعه ازاي. انا رأفة بحالكم يا جماعه والله، عشان انا زيكم كده. هو انا مش بشتغل ولا حاجه، بس انا يعني بروح اودي عيالي المدرسه، باجي اوديهم الدرس، اجي بقى خلصانه طبعا وتعبانه جدا، مش قادره اعمل اي حاجه. لما بلاقي بقى عندي اكل من بتاع امبارح مثلا في التلاجة، او اكل جاهز اللي انا يا دوبك هسويه على طول، بصراحه مش قادره اقول لكم انا ببقى فرحانه وسعيده ازاي اللي انا لاقي الاكل ده موجود وجاهز عندي. اول ما عيالي يقولوا لي احنا جعانين فبطلع على طول وبعمل لهم. فدي بصراحه من الحاجات الحلوه السهله اللذيذه. اتمنى بقى ان شاء الله باذن الله ان انتوا تجربوه، وتقولوا لي بقى رايكم ايه ان شاء الله في التعليقات. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان كل فيديو جديد انا بنزله يوصل لكم على طول. واتمنى برضك منكم بقى الدعم كده والتشجيع. بصراحة والله احنا بنتعب جدا فعلا والله في المونتاج وفي التصوير وفي حاجات كتير يعني وفي العمايل طبعا انتوا عارفين. فاتمنى يعني نلاقي من حضراتكم الدعم والتشجيع على اللي احنا ايه بنقدمه. بصوا بقى الكبده كمان استوت ازاي، والرز طلع مفلفل وجميل. بصوا انا كله يعني انا عماله باكل انا كنت جعانه وجايين بقى من المدرسه زي ما بقول لكم كده، فما صدقت الاكل اصلا خلص عشان احنا ايه ناكل. ما تنسوش بقى تدعوا لامواتنا واموات المسلمين بالرحمه والمغفره، وتصلوا معانا طول الوقت على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. وتشتركوا بقى في القناة، يعني دعم كده من حضراتكم بصراحة. والكومنتات بجد اللي انتوا بتبعتوها لنا حلوة جدا وبتسعدني جدا 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 والله. حتى لو كانت حاجة انا مش مستريحة لها او مش عجباني، بس انا ببقى مبسوطة جدا لحضراتكم بتهتموا اللي انتوا بتقولوا لي اي حاجة او بتعوزوا مني اي حاجة. بصراحة انا بتمنى يعني اللي انتوا اي حاجة انتوا عاوزينها قولوا لي عليها على طول. وبهنا بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. بصوا بقى الأكل بصراحة جامد جدا، عاوز بقى مخلل كده، عاوز طبق سلطة، حاجات من اللي انتوا عارفينها دي بتفتح النفس، هيظبط معانا على الآخر بصراحة يعني. فأتمنى إن شاء الله بإذن الله ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. وبهنا بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.